خوتي خواتاتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير وبصحه جيده انتم والاهل والاحباب وجميع امه محمد. خوتي خواتاتي ما تبخلوش عليا باللايك والبارطاج فضلا وليس امرا، وتحياتي واحتراماتي للكل. فاطمه 32 سنه، متزوجه ومطلقه، وتسكن هي والراجل ديالها في نفس البيت اللي كارياه. فاطمه اللي كتقول مزوجه ومطلقه بواحد الراجل اللي كنت نبغيه وتيبغيني، وتزوجت انا وياه عن حب، ولدت معاه وليد وبنيه، وبقيت عايشه انا وياه ما خصناش وما عندناش، والله لك الحمد. ديما انا وياه في نقاشات، ديما انا وياه في مشاكل، كتقول ديما انا وياه شد لي نقطع عليك، مع انه هو ما تيشرب ما والو، غير تيكمي غير الكارو، ولكن واحد السيد اللي ما كيدير حتى شي حاجه في حياته، يعني كيعول عليا انايا. خوتي وخواتاتي، هذا الراجل بحال هذا شنعتو عليا وما غطات ودنيا، اش بغيت ندير به؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ابقات هي وياه ديما شد ليا نقطع عليك، والمشكل هي اللي كتخلص الكرا وهي اللي خدامه، هو مره يخدم مره يجلس، مره يخدم مره يجلس. كتقول واحد النهار وضيتي وياه وتناقشوا على شي حوايج بساط، علاش ما تنوض تخدم، علاش انا كنخدم وانت لا؟ قال لها لا انا هاد العيشه كاع مابقاش عجباني، بغيت نزيد نطلق انا وياك، كل واحد يشد الطريق بنزيد في حالاتي. حتى هي ما عكزاتوش، طيب زربات عليه، قالت لي صافي اوكي. مشاو داروا طريق اتفاقي وطلقوا. الوقت اللي طلقوا السيد ما تلاش بيتحرك لها من الدار، بقى جالس لها في الدار، ما تلاش بيتحرك لها من الدار. هي كتخدم عند عباد الله، تصبان وتحك الزيكس وضرب تماره عند الناس، وتصرف على دوك الوليدات وتخلص البيت اللي ساكنه فيه. كتقول ساكنه غير في بيت هي وياه ووليداتها، وليد وبنيه. هذا البيت كرياه ب 800 درهم. باش كاريه هذا البيت 800 درهم، في هذا البيت دايره فيه الناموسيه علاش كتنعس، ودايره فيه الثلاجه، دايره فيه ماكينه الصابون، دايره فيه الماريو، دايره في هذا البيت 800 درهم. قداش قفز ديال الطيور عباد الله ساكنه فيه هي ووليداتها، وهو فاش طلقها ما بغاش يخرج لها من الدار. كتقول هي كتخرجوا وكيبقاو بناتها يبكيو وكتعاود تدخلوا. هي كتقول طلقات منه وما قدرتش تجري عليه على بديت وليداتها، لان ما بغاتهمش يطلعوا لها معقدين. كتقول باللي هو منين طلقها ما تلاش بيتحرك لها من داك البيت، ماشي دار، بيت اللي كاريه ما بغاش يتحرك لها منه. كتقول هي كتخرج تخدم وهو كيبقى جالس في الدار. فاش كتقول ليه خرج تخدم تيقول لها لا. فاش تقول اعطيني داكشي كنتسالك ديال الاصاله ديال ولادك تيقول لها ما عاطيكش. داكشي اللي زربتي عليه في الطلاق، داكشي باش بغيتيني نطلقك باش نخرج نخدم ونعطيك الصير ديال ولادك، وهذاك النهار اللي ما تحلمي به. كتقول فاطمه بلي هي باغا عذبه وعايشه في حياتها كلها في الجحيم، وداك الراجل ما شفت معاه شي نهار زين نهائيا. نهار تزوجت وياه وهي ديما في المشاكل، ما جاتش في الحب والغرام، جات في كلام مزوق، انا كنبغيك انا كنموت عليك. فاش تزوج بالمراه تحطها في الدار ديك الساعات عاد كتبان على حقيقتك. ما كاين حب، ما كاين حبش، ما كاين الحب، كاين ولف وقليل اللي كيدير بالعشره، وقليل اللي كيبقى في الوعد ديالو. كاين الرجاله فاش كيتزوجوا العيالات كيقلبوا وجههم كيعطوا وجه اخر للمراه ديالهم. دابا هاد السيده فاطمه مسكينه، اخوتي اخواتاتي، اش غادي نقول لكم؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ها هي كتعاني، ها هي ضربه تماره، ها هي كتقول باللي امها دابا هي اللي كتشد ليها الوليدات ديالها، حتى كتمشي هي تخدم وتضرب تماره وتجيب لولادها ما ياكلوا، والسيد تيتي نيني هي اللي كتصرف على داك البيت، ماشي دار، على داك البيت كري، تخلص الكرا 800 درهم، وتشري الحليب، وتشري لي كوش البنيه اللي باقا صغيره، وكتضرب تماره، والراجل ما على بالوش. فاش كتقول ليه شي حاجه كيقول لها انا ما خارجش. خرجت سيدي. كتقول بغاتي الناس المحسنين اللي تعاونوا معاها ووقفوا معاها
تخرج تكري في بلاصه اخرى، ولكن ما عندهاش باش تكري مسكينه، خاصها تقلب على الاقل فين غادي تلقى عاوتاني شي بيت او لا دار فين غادي تكري، خاصها لقات الدار على الاقل خاصها تعطي التسبيق. هذه اول حاجه. البيت بعدا كما كان الحال الكريم في ذاك البيت ما فيه التسبيق، كتكري كتخلص ديك 800 درهم وصافي. ولكن لا خرجت تشد مثلا بارتما، باش غادي تشد هذا البارتما هي اللي حسن العوان كضرب تما راه غير عند عباد الله عين ميناج، شحال كاع يعطوها الناس كتضل الدمر على 100 درهم ولا 150 درهم، اش غدير ليها؟ كان تقدر في المصروف ديال النهار، فما بالك تقلب على السمسار وتقلب على فين تسكن واللي يهز ليها الحوايج خاصها تخلصو، واللي كتقول لا اله الا الله محمد رسول الله. هذا الراجل كلشي هادشي كامل دوز معاها، تفرقت وياه في شهر 2 وشهر 3 هو كان فيه رمضان وفات رمضان، وها هو باقي دابا جالس معاها مازال، وباقي من فوق ما تيحشمش، وكيعيط ليها تيقول لها اجي. اش غادي نقول لكم؟ راكم نتوما عارفين كيطلبها الفراش، كتقول لها انا ما بقيتش مراتك، انا حرمت عليك. اش هادشي كتقول؟ واش تا شويه لاباس؟ كيقول لها لا اجي انتي راه مراتي. كتقول لي ما مراتكش، انت طلقتيني دابا حرمت عليك، الا مشيت معاك مشي مع واحد اخر في الزنقه، مشي مع واحد اخر في الزنقه على الاقل بعدا غادي نقول راه غيعطيني. مثلا نكون بغيت الحرام، علاش انا غادي نبقى نعطيك انت راجلي؟ كان انت راجلي دابا تفرقت انا وياك ما بقيتيش راجلي، يعني ما عندكش الحق عليا. وهذا السيد كتقول ما بغاش يخرج لها من دارها، وما بغاتش تدير مع شي اجراءات، خايفه ما يدير لها شي حاجه ولا ما تعرف اشنو في راسو. المهم السيد مطلقها وجالس عايش تيتي نيني، وداكشي اللي كتجيب هي من داكشي كتخدم عند عباد الله تياكلو، ما تيحشم ما تيرمش ما تيراعي. تيقول هاد السيد راه كضرب تماره على ولادها وتا انا زيدها، طلقتي مراه سير في حالاتك، خرج اعطيها اتساع، خليها عايشه مع وليداتها. كتقول بلي امها مسكينه مراه كبيره ومسنه وعيانه حتى هي، ولكن واخا داكشي هي اللي كتهنيها من الوليدات ملي كتخرج هي تخدم. كتقول كضرب تماره عند الناس وكتجي تبغي ترتاح، وكتلقى الراجل جالس في الدار وخاصها طيب لولادها ما ياكلوا ولا ما تاكل، وكيجي ياكل معاها بلا حشمه بلا حياه. ما عرفت هاد الناس، ما عرفت هاد الناس كيمشيو عقليتهم، ما عرفت عقليتهم كيفاش خامجه، ما عرفت ضميرهم كيفاش داير، ما فهمتش انايا. السيد مطلق المراه هو جالس معاها في الدار، في الاول كان كيقول لها نطلق ونتهنى منك ونزيد مع شي قنت، دابا طلقتيها وجالس عايش معاها في الدار. هذا اللهم ان هذا منكر، اللهم ان هذا منكر، حسبي الله ونعم الوكيل. السيد مطلق المراه وقاعد عايش معاها، وفوق هذا الشيء كيطلبها الفراش بحال ان شيء ما كاين. وكتقول هي مسكينه واخا يطلبها ويرغبها باش ترجع ليه ما غاديش ترجع. وكتقول حرمت الرجال اللي كانوا بحالو، ما باقيش تفكر في الزواج ولا وهي باقا صغيره ولا وهي عندها وليدات صغار، ولكن حرمت الزواج في جريمه هذا المجرم ديال راجلها اللي دار معاه بحال هاد الفعيل هادو. في نظركم نتوما هذا راجل؟ هذا ماشي راجل. طلقتي المراه وعايش معاها وهي كضرب تماره وانت كتوكل على ظهرها، بدل ما تخرج تخدم وتعطي لولادك داك الشيء اللي كيتسالوك، ولات هي اللي كتخدم عليك وعليهم. ايوا باقي شي حاجه ما تقال. هذه راه ماشي قصه، هذه راه ماشي دازت مثلا في التلفازه ولا، هذه راه قصه واقعيه ديال السيده من مدينه الدار البيضاء كما قلت لكم. فاطمه راه مسكينه كتعاني وكتبكي وكتطلب دابا غير المساعده من عند الناس يتعاونوا معها، غير باش هي تشوف فين تسكن وترحل من هذاك البيت اللي جالس فيه هذاك الحريمي، استغفرت الله العلي العظيم من هاك الماء ديال راجلها، لان ما لقات معاه حتى شي حل. ما قادره مسكينه تطيح وتنوض في المحاكم، لا هي تقدر تمشي تدعي تخاف يدير لها شي حاجه، لا هي قادره عايشه ما بين نارين. واخوتي وخواتاتي قولوا لي دابا هذا السيد هذا اشنو بغى، واش كيتسنى، اشنو بغى عند هذه السيده هذه؟ مادام طلقتيها عطيتيها براتها ما قادرش تصرف عليها وعلى وليداتك، سير غبر وجهك وخلي السيده تخدم على راسها وتخدم على وليداتها وتهز وليداتها وتعيشهم بخير وعلى خير وفي سلام. علاش نتوما بنادم ما كتخلوش يعيش في سلام؟ علاش ما كنعممش؟ ان ما كاين شي رجال ما عممتش، الله يسمح ليهم وصافي، وحسبي الله ونعم الوكيل. بحال دابا هاد السيده مسكينه اشنو ذنبها؟ باقا صغيره وكتقول باقي واخا داك الشيء كامل كتبغيه. شوف هاد الشيء كامل اللي دار ليها وكتبغيه، قالت لك باقي كتبغيه مازال، وما قادراش زعما تاخذ شي اجراء ضده.
ما بغاتش، وكتقول واخا يطلبها ويرغبها ويجيب لها اللي ما كايناش ما باقيش غادي ترجع ليه نهائيا واخا كتبغيه. والله ينعل امو قلب بحال هذا اللي بغي بحال هذا النوع ديال البشر، بحال هذا النوع هذا نكوي قلبي او الفكيه وما نفكرش. مجرد التفكير بحال هذا النوع هذا مسكينه هي كتشوف بزاف ديال الحوايج، شافت انها كانت تبغي وزت مع شحال في ايامات حياتها قبل، وعاود اللي تزوجوا وملي تزوجوا ولدات معاه الوليدات وكان هو الراجل ليها الاول وبزاف ديال الحوايج، ولكن هو هانت عليه العشره وما هموش هادشي كله وما على بالوش، محرر باقي فيها العيشه وجالس ليها بت نبت في الدار بحال داك مسمار جحا بت نبت، يعني جهدك جريه. دابا هي كتقول مسكينه بغات غير ترحل من داك البيت وتخليه ليه بالنقص، لان هذاك غير قفص ديال الطيور ماشي حتى بيت، لان بيت ب 800 درهم قداش بيكون في مدينه الدار البيضاء وفيه الثلاجه وفيه الماكينه الصابون وفيه الماريو وفيه الفراش ديال الدراري وفيه الماء ديال فاش تيطيبوا. يعني هذا البيت اشنو حبس كرف حبس عايشه فيه مسكينه، واخا داكشي فوق داكشي كاع ما لاقياش راحتها وخاطرها عند داك السيد جالس ليها تما، ما بغى يخرج ما بغى يخدم ما بغى يدير حتى شي حاجه، ما عرفت شنو بغات دير حارت. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كاين شي حوايج عباد الله في الدنيا الله يعطينا سلامتها، كتشوف شي نماذج وكتسمع شي حوايج الله يربي السلام والله يحد الباس والله يدير شي تاويل ديال الخير. وهذا ما كان لا اله الا الله. مسكينه هي دابا بين نارين ما عرفاش شنو غدير، ما عرفات اشنو بغات دير، ولكن لقات عليها جناوحها وخليها مكسوره ما قادره دير والو. هي قلت الفلوس، هي قلت الفلوس. ممكن مسكينه عندها فلوس كون راها مشات كرات بارتما او كرات مثلا غير بيت وكوزينه او لا شي حاجه وزدت ديك البنيات مشات خدمت عليهم في بلاصه اخرى من غير كان خدامه دابا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هذا ما كان اخوتي واخواتاتي. لا اله الا الله محمد رسول الله. الله ياخذ الحق في الظالم. هاد السيده هذه حياتها مسكينه مشات هباء من تراب مع هاد الحقير ديال الشماته ديال راجلها. ولا اله الا الله محمد رسول الله. وهذا ما كان. اش غادي نقول لكم خوتي واخواتاتي؟ هذه هي قصه للعبره ماشي قصه واقع. الواقع عباد الله. وخوتي وخواتاتي ما تبخلوش عليا باللايك والبارطاج وفضلا وليس امرا. تحياتي واحتراماتي للجميع. اش غادي نقول لكم؟ الله يدير شي طويل ديال الخير والله يخرجنا من دار العيب العيب والله يعطينا سلامة هذه الدنيا. ونتلاقاو ان شاء الله في قصه جديده بحول الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. والى اللقاء خوتي خواتاتي. ما تنسونيش وما تبخلوش عليا بالبارطاج. واللي ما داخل القناه يفعل زر الجرس زر الجرس باش يوصلوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.